شهر سبتمبر سنة 2022 كانت البنت اللي اسمها جينا أميني في زيارة للعاصمة الإيرانية طهران مع أخوها الصغير. تمام. جينا أصلا من الأقلية الكردية اللي بيتعمل معاها كل أنواع القمع في إيران. إيه المشكلة يعني يا عم؟ واحدة ماشية مع أخوها في الشارع، فين الحوار؟ لا ده في حوار كبير جدا. زي ما أنت شايف في الصورة كده، جينا كانت لابسة حجاب، بس زي ما تقول كده حجاب أي كلام، مش مقفلة شعرها كويس وحاطة دبابيس والليلة اللي أنت عارفها دي كلها. هتقول لي أوي يا عم، ما عادي يعني، هو مش حجاب قوي بس يعني عادي مش حوار. هنا بقى هقول لك لا بقى يا نجم، اتقال لي كده انك شكلك مش عايش في العالم ومش عارف ايران دي بتعمل ايه في الحجاب، وشكل الحجاب اللي انت شايفه عادي ده مش عادي خالص في ايران. بقول لك يا شقيق، سمعت قبل كده عن شرطه الاداب؟ لا مش بتاعت شقق الدعاره، دي بتاعت الحجاب. ايوه بالظبط كده، اقصى جريمه ممكن تتعامل معاها شرطه الاداب في ايران هي الحجاب. وجينا بقى يا شقيق ما كانتش لابسه الحجاب بشكل قانوني مظبوط، وده بيكسر قانون الحجاب الالزامي الايراني. اتقل بس دلوقتي كده عشان انا عارف دماغك دي بتدور في ايه. بص يا سيدي، اللي حصل ان جينا الشرطه وقفتها هي واخوها وضربوها واخدوها في ميكروباص المباحث بتاعهم وطلعوا بيهم على مركز اعتقال وزرة في طهران. هو كده على طول هيطلعوا على مركز الاعتقال، مش اسم مثلا ولا نيابه مسائيه، لا الكلام ده مش في ايران يا عم، هو اعتقال مباشر عشان يحضروا حاجه اسمها درس توجيهي، وده مهمته اصلاح سلوك الستات اللي بينتهكوا قواعد الزي الاسلامي في ايران. طب انت هتقول لي يا عم طب اخوها ماله بالقصه دي؟ هقول لك عيب بقى، اخوها ده ايه؟ بيوث. بالظبط كده.